تعالوا نعمل الفطاير اللذيذة زي ما انتم شايفين اللون الذهبي الجميل الخطير ده تحفة. هتعجبكم جدا جدا، وعلى فكرة ممكن نشيلها ونفرزها ونطلعها وقت اللزوم وندخلها الفرن أو الميكرويف ونسخنها، ومفيش مشكلة فيها خالص. تعالوا نشوف الخطوات بتاعتنا هنعمل ايه النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا عندي 4 كوبايات دقيق زي ما انتم شايفين ونخلاهم كويس جدا، بس دول 3 ونص، في نص كوباية حطاها على جنب. كمان حطيت معلقة خميرة جافة، وعليها فنجان شاي من الحليب الدافي، وهحط عليهم معلقتين من السكر. خدوا بالكم لازم يكون الدقيق منخول. علبة زبادي، طبعا كل الحاجات دي بدرجة حرارة الغرفة وده مهم جدا عشان تديني نتيجة كويسة. أقلب كل الحاجات دي، كمان هنحط عليها ذرة الملح وده مهم جدا. نقلب المكونات طول ما أنا شغالة كده، إيدي شغالة في نفس الوقت. دول بيضتين هاخد منهم بيضة وبياض بيضة، وهحتفظ بالصفار عشان هدهن بيه وش الفطاير. وطبعا وانتي حطاها في الطبق كده لازم تغطيها، لأن الحاجات دي بتعمل قشرة وبتنشف بسرعة. وآخر حاجة أنا هحطها نص كوباية زيت، وكمان يعني ربع معلقة من البيكنج باودر زي ما شايفين في المعلقة كده. كده تمام. هنقلب كل المكونات دي ونمسكها مع بعض كده ونجمعها. طبعا ما تنسوش ان انا حاطه نص كوبايه دقيق على جنب كده، لان مش كل دقيق بيبقى زي التاني، فانا مش عايزه اتفاجئ مثلا ان العجينه ماسكه او اي حاجه. فكل ما هحتاج دقيق هحط لها. وخدوها قاعدة دايما كده، دقيق نخلي منه شوية على جنب، كل ما يحتاج نحطه، لأن كل دقيق مختلف عن التاني. هي كده محتاجة شوية دقيق تاني. وبرضو نص الكوباية اللي كانت موجودة فضلت أحطها بالتدريج عشان المفاجآت بتاعة الدقيق كتيرة جدا. مهم جدا إن العجينة دي لازم تكون طرية قوي وملساء كمان، بس مش بتلزق قوي، يعني تبقى فيها شبه تلزيقة بسيطة. يعني أي عجينة على فكرة لكل أنواع المخبوزات لازم يبقى فيها شبه تلزيقة، بتدي نتيجة حلوة جدا. كده خلاص أنا هغطيها وأريحها لمدة ساعة على الأقل لما يتضاعف الحجم بتاعها. طبعا أنا حطيت شوية زيت من فوق كده عشان ما تنشفش، برغم إنها طرية وكويسة يعني ما فيهاش مشكلة، بس برضو عشان ما تلزقش في الكيس اللي أنا هغطيها بيه. كده زي الفل. وعقبال ما العجينة تخمر تعالوا نعمل الحشوة. أنا جبت بصلة متقطعة بالسكينة مش بالمفرمة، حطيت عليها نص معلقة سكر وبتفرق قوي في الطعم. التوابل طبعا توم باودر وبابريكا وملح وشوية من الفلفل الأسود. نقلبها كده شوية، وجبت معايا أنا الحشوة بتاعتي زي ما انتوا عايزين. أنا كان عندي فراخ مسلوقة فخدتها وفصصتها خالص وشلت منها العظم ونزلت بيها. ده عبارة عن بصل أخضر بيدي تيست حلوة قوي وجميلة قوي. أنا حطيته النص على التتبيلة أو الحشوة، والنص التاني أنا هحطه بعد ما تستوي. طبعا نص كوباية من المية ضروري جدا عشان كله يتمكس مع بعض ويشربه. العجينة بتاعتي خلاص خمرت، هبتدي اخدها وافرغ منها الهواء تماما. كده تمام. هنزلها على سطح العمل اللي انا هشتغل عليه، وهبتدي اقطعها بالحجم اللي انا عايزاه. واعتقد ان الحجم اللي انا موجود قدامكم ده مناسب جدا، يعتبر ساندوتش كويس قوي. هبتدي اخدها كده واكورها وارصهم قدامي، وهاسيبهم كمان 10 دقايق يعني يرتاحوا شوية. يعني كل كورة أنا هرصه، طبعا هشتغل في أول كورة أنا عملتها، بس نسيبهم 10 دقايق يرتاحوا عشان كمان تديني نتيجة كويسة.
خدت اول كوره وابتدي افردها، طبعا رشيت حاجه بسيطه قوي من الدقيق عشان قلنا ان العجينه دي فيها شبه تلزيقه، وعلى فكره من نجاح العجينه دي انها تبقى شبه ملزقه. انا كده هفردها ولازم يبقى السطح املس تماما عشان تديني فطاير ملساء ما فيهاش ايه الشكل المتعرج او عموما هو كله هيتاكل، يعني كله هيبقى حلو وهيتاكل، بس طبعا الشكل الجمالي مهم جدا. دي الحشوة بتاعتي طبعا لازم تكون باردة تماما. هاخد منها الجزء اللي انا عايزاه واحطه على العجينة كده، وهاخد هشدها كده والزقها كويس جدا، يعني بصباعك كده ثبتي العجينتين مع بعض كده. وبعد كده هجيب السكينة او القطاعة ونبتدي نعمل الشرط اللي انتوا شايفينها بالشكل ده. اي شكل انتي عايزاه اعمليه، بس هو الشكل ده لطيف وبيدي شكل حلو كده ومغري على فكرة بالنسبة للاطفال والكبار كمان يعني. وبعد كده اخدها والفها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهرصها في صينية انا حطيت فيها ورق زبدة ودهناها كويس بالزبدة مش بالزيت. وعلى فكرة الزبدة بتدي نتيجة افضل بكتير للفطاير او اي حاجة لما تكون مدهونة في الصينية. هرصها بالشكل اللي انتوا عايزين، عايزة تعمليها يعني واخدة شكل الهلال اوكي، عايزة تسيبيها بنفس الطول مفيش مشكلة. عملت واحدة تانية زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وطبعا باقي الكرات كلها هنعملها بنفس الطريقة. وبعد كده نرصها في الصينية بتاعتنا ونغطيها نسيبها تخمر كمان ربع ساعة تاني. كده تمام. هناخد الكيس كده وهنغطيها. شايفين طبعا الحجم تضاعف وبقى شكله لطيف جدا ومديني شكل ساندوتش كبير، يعني يكفي. يعني مش محتاجين، يعني اللي عايز يزود براحته طبعا، بس هي كافية جدا وحلوة جدا. البيضة اللي احنا ركناها في البداية جبتها وحطيت عليها شوية من الحليب ونقطة من الخل، وابتدي كده ادهن بيها الفطاير بتاعتي عشان تديني اللون الذهبي الجميل الحلو ده. بس متنسيش تحطي شوية خل صغيرين على البيضة لان دي فطاير حادقة. جبت كمان شوية من السمسم عندي، قلت كمان نجمل الشكل عشان يبقى شكله حلو ولطيف، ابتديت ارش كده السمسم. عايزة تحطي حبة البركة برضو ما يمنعش، بس انا شفت ان دي يمشي معاها السمسم اكتر. طبعا هحطها في الفرن اللي انا مشغلاه بقالي ربع ساعة على 200 درجة مئوية، وهيديني الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبالهنا والشفا، وما تنسوش تفعلوا الجرس من فضلكم وتعملوا لايك واشتراك، وشكرا لكم.